أهلا بيكوا في بين السطور. هل تصدق إن حياتك بالكامل ممكن تبقى أفضل بفلوس؟ أيوة، فلوس مش هزار ولا استعارة غريبة. في قرارات بسيطة بتاخدها كل يوم وأنت مش واخد بالك، قرارات ممكن تبني مستقبلك أو تهده تماما. المصيبة إنك ماشي في الحياة بتفكير غيرك مش تفكيرك. لو سألتك هل أنت فعلا بتفكر ولا بتتسرع، بتقلد، بتكرر نفس الأخطاء؟ لو مش عارف تجاوب فأنت محتاج تقف وتسمع الكلام اللي ده. في كتاب نظرية الفستق بيكشف لك أسرار صادمة عن عقلك، عن عاداتك، وعن القرارات اللي بترسم طريقك وانت مش واخد بالك. وصدقني بعد الفيديو ده مش هتبص لنفسك زي قبل كده. عمرك حسيت انك بتجري طول الوقت بس مش عارف بتجري على ايه؟ بتحس انك مش بتوصل لحاجة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الغلطة اللي بنقع فيها كلنا تقريبا، وليه مهم نعرف احنا رايحين فين الاول قبل ما نتحرك. مش عارف نفسك يعني مش هتعرف توصل لحاجة. تخيل تدخل متاهة ومش عارف انت عايز توصل لفين اصلا، وهتفضل تلف وتلف وتضيع في الاخر. الخلاصة، واحدة من اهم اسباب الفشل في الحياة اننا مش عارفين نفسنا كويس، بنقعد نبص حوالينا ونقارن نفسنا بالناس من غير ما نرجع لذاتنا. الحل، خد وقت مع نفسك واسأل انا بحب ايه، بتميز في ايه. جرب تعمل اختبار تحليل شخصية زي MBTI، لاحظ ايه الحاجات اللي بتستمتع بيها حتى لو محدش قالك عليها. تاني حاجة، لو فضلت مركز في اللي حواليك هتنسى نفسك. الترندات بتتغير والناس عندها مليون رأي، بس انت مين وسط ده كله؟ التركيز زيادة على اللي بيحصل حوالينا بيخلينا ننسى مين احنا فعلا. حياتنا تبقى رد فعل مش قرار. خليك كل فترة اعمل ديتوكس من السوشيال ميديا، اسأل نفسك ايه اللي بعمله ده انا مختاره ولا الناس هم اللي خلتني اعمل كده. تالت حاجه، فيك حاجه محدش فيك، شوفها واستخدمها. يعني كل واحد فينا عنده ميزه مش عند غيره، بس للاسف اغلبنا مش واخد باله. في جوانا حاجه مميزه، لو اكتشفناها واستخدمناها صح هنسبق بيها 90% من الناس اللي بس بيقلدوا بعض. جرب حاجات جديده عشان تكتشف موهبتك. خليك فضولي واسال الناس ايه اكتر حاجه شايفين اني شاطر فيها. احلم حلم كبير حتى لو معرفتش توصل له كله. اللي بيحلم يوصل للقمر ممكن يوصل للنجوم، بس اللي بيحلم يوصل للنجمه غالبا هيفضل على الارض. الاحلام الكبيره حتى لو ما وصلناهاش 100% بتخلينا نتحرك ونعمل حاجه، انما الاحلام الصغيره هتجيب نتائج صغيره جدا. الحل اننا نحدد اهدافنا وتكون الاهداف كبيره بوضوح. قسمها لخطوات صغيره تقدر تبدا فيها من بكره. في اخر اليوم الحياه مش مستنيه حد، انت اللي لازم تحدد هدفك، تعرف نفسك وتتحرك في الاتجاه الصح، لان الطريق من غير وجهه نهايته ولا حاجه. ازاي تبطل تحرق طاقتك على الناس الغلط؟ عمرك حسيت انك كل يوم تتعصب من الناس اللي حواليك وبتنام وانت مهدود؟ السبب مش دايما فيهم، ممكن يكون فيك انت. في الفصل ده من كتاب نظرية الفستق بنتكلم عن حاجة كلنا بنعملها من غير ما نحس، وهي اننا اللي بنرسم للناس طريقة تعاملهم معانا من غير ما ناخد بالنا. آرائنا المسبقة مسؤولة عن مواقف الآخرين تجاهنا. لما تحكم على واحد من قبل ما تتعامل معاه، عقلك بيبدأ يتصرف معاه على الأساس ده، وده بيخليه يتعامل بنفس الطريقة، فبتتحقق النبوءة. الحل، ادي كل واحد فرصة نظيفة وتعامل بفضول بدل الشك. هتتفاجئ ان الناس ساعات بتكون عكس توقعك تماما. انت تقدر تعمل المستحيل حين تكون مقتنع بقدراتك. لو دماغك نفسها مش مصدقاك، مين هيصدقك؟ لما تردد جواك افكار زي انا فاشل، مش هعرف، دي كبيره عليا، هتعيشهم فعلا. الحل، ابدا بخطوات بسيطه واحتفل بيها. خلي ثقتك تطلع من الفعل مش من الكلام. عشان تعيش من غيرهم قلل السلبيات مش تزود الايجابيات. الناس فاكره ان السعاده بتيجي لما نزود الحلو في حياتنا، بس الحقيقه السعادة بتيجي لما نشيل الوحش الأول. فلتر يومك من الحاجات اللي بتضايقك، ناس، أخبار، عادات، وسيب الفراغ اللي يفرحك. ما تخليش تصرف غاضب يسرق طاقتك اليومية. اتعصبت، خدت موقف، قعدت تفكر فيه باقي اليوم، كأنك بتدي اللي استفزك مفتاح يومك. الحل، تجاهل وطنش أو افصل نفسك عن الموقف. مش ضعف، ده ذكاء. الدماغ لو سبتها تسرح هتضيعك، بس لو علمتها تبص لنفسك والناس بشكل أنظف كل حاجة هتتغير. الفصل اللي بعده بيتكلم عن أكتر المغرورين غباء من لا يعرف نقائص نفسه. عارف مين اكتر حد بيغلط ومش بيعرف؟ المغرور اللي شايف نفسه كامل. في ناس ماشيه في الدنيا ومفتكره ومفكره نفسها انهم بيرفكت، لكن الحقيقه هم اكتر ناس بيغلطوا ومش واخدين بالهم. اعرف عيوبك قبل ما تحكم على غيرك، لان اول خطوه في الذكاء هي الاعتراف بالنقص ومحاوله التطور. تاني حاجه عندنا التحيز المسبق، بيقدم حكم مسبق. قبل ما تكره حد اسال نفسك انا حكمت عليه ليه. التحيز بيخلينا نحكم على الناس من قبل حتى ما نسمعهم او نفهمهم، وده بيبوظ علاقات كتير. الحل انك تسمع وتشوف وتفهم قبل ما تحكم. خليك منصف حتى لو قلبك مش مرتاح. لما تتعامل مع الناس توقع ان في حد هيجتزئ كلامك علشان يناسب رأيه. قلت كلمة عادية، استنى بس في حد هيقصها ويلبسها في دماغه. في ناس بتحب تسمع بس اللي يناسبها،
والباقي بيطيروه. الحل انك تكون واضح، بس كمان ما تتفاجئش لما الناس تفسر كلامك بطريقتها، ده طبيعي، ركز في نيتك. الحاجة التانية، الأذكياء لا يكررون الخطأ مرتين. غلطت عادي بس ما تعيدهاش، دي مش عادي. الذكاء مش انك ما تغلطش، لا، هو انك تتعلم من الغلط. الحل انك كل سقطة فيها درس، الذكي هو اللي بياخدها ويكمل، مش اللي يقع مرتين في نفس الحفرة. الأغبياء لا يغيرون آرائهم، لكن الأذكياء بينتقلوا بين أفضل الحلول. مش كل تغيير معناه انك متقلب، اوقات هو ذكاء انك تتمسك برأيك عشان بس ما تبانش ضعيف، ده غباء. غير رأيك لما تلاقي الافضل. المرونة مش ضعف، المرونة هي القوة الحقيقية. الذكاء لا يصنعه الوراثة فقط، بل التجارب والتعلم والأخطاء. ده فصل من الفصول بيتكلم ان لو انت فاكر ان الذكاء وراثة، لا، التجارب بتعلم اكتر من الجينات. الدماغ لوحده ما ينفعش، محتاج كمان تتكعبل وتقوم وتتعلم. خليك في الميدان، اتعلم من كل غلطة وخلي التجربة أستاذك. الكاتب بيقول لنا إن رب أسرة خير من 1000 نصيحة. أنت تعرف لو حد حكى لك قصة ممكن تغير حياتك أكتر من 1000 محاضرة. أوقات قصة بسيطة فيها معنى أعمق من كلام كتير. اسمع القصص، احكيها وتعلم منها، لأن اللي بيتقال من القلب بيوصل أسرع من أي نصيحة. النجاح ما بيتعلقش بالكمية بل بالاستمرارية. مين فينا ما حاولش يبدأ دايت أو يتعلم مهارة جديدة؟ بنبدأ متحمسين جدا، نشتري كورسات، نتمرن يومين وبعدين نقف. السر مش في الكمية، السر في إنك تكمل حتى لو بخطوة صغيرة كل يوم. الاستمرارية هي اللي بتبني الإنجاز الحقيقي، مش الطفرات. الإنجازات الكبيرة ما بتحتاجش أكتر من عادة يومية صغيرة. عايز تبقى ناجح مش لازم تعمل حاجة عظيمة كل يوم. الناس بتفتكر ان الانجازات محتاجه طاقه خارقه، لكن الحقيقه عاده بسيطه زي الكتابه 10 دقائق او المشي 15 دقيقه لو استمريت عليها هتغير حياتك للافضل. اهم صفه بتميز المحظوظين رفع نسبه فرصهم واستغلال مواهبهم بسرعه. وعمرك حسيت ان في ناس حظها حلو قوي؟ دايما الفرص بتجيلهم، الموضوع مش صدفه، في سر بسيط ورا الحظ. المحظوظين بيرفعوا احتمالات نجاحهم بانهم جاهزين، بيراقبوا، بيطوروا نفسهم وبيستغلوا اول فرصه. الكاتب بينبهنا وبيقول لنا ان كلما اتسعت دائره معارفك ارتفعت فرصك. فرص الحياه مش بس في الشغل والمواهب، لكن في الناس كمان. مين حواليك؟ ناس بتشجعك ولا بتكسرك؟ كل شخص جديد بتقابله هو احتمال جديد. شبكه معارفك ممكن تفتح لك ابواب عمرك ما تخيلتها، سواء وظيفه، مشروع، او حتى فكره تنقلك. وعشان تتفادى الاخطاء الكبيره راقب البدايات الصغيره. عمرك ندمت على حاجه كبيره حصلت غالبا كانت بدايتها بسيطه جدا؟ خطوه صغيره غلط وراها سلسله مشاكل. لو عايز تتفادى الكوارث خليك، المشكله الكبيره بتبدا من تجاهل صغير. في فصل بيقول ان تكرار الارشادات بيفقدها قيمتها بعكس المكتوب. بيقصد هنا عن الزحمه والكلام الكتير اللي ما بيثبتش. حاسس انك بتسمع نفس النصايح كل يوم؟ نام بدري، كل صحي، ركز، بس مش بتعمل اي حاجه. المشكله مش في النصيحه، المشكله ان تكرارها خلى ودنك تتعود عليها، خلاص ما بقتش تأثر. الحل انك ابدأ تكتبها فعليا. اي فكرة او نصيحة تلمسك دونها. الكلمة المكتوبة ليها سحر، بتثبت وبتفكرك انك كنت ناوي تتغير. انت تعرف ان انت الوحيد اللي بيتمنى اهلك تتفوق عليهم؟ مين في حياتك فعلا عايز يشوفك احسن منه؟ معظم الناس حتى المقربين ممكن يغاروا، ممكن يخافوا تطلع عن دايرتهم، بس في حد واحد دايما بيتمنى لك تطير، اهلك. استغل ده، خليك فخور بنفسك عشانهم، وافتكر ان كل تعبك بيرجع لهم فرحة وفخر، واستمد منهم الطاقة. وحتى لو انت مش افضل الناس ده ما يمنعكش انك تتصرف بشكل افضل من اللي انت عليه. فاكر انك لازم تبقى مثالي عشان تبدأ تتغير؟ الناس بتستنى تبقى انضف واذكى وافضل عشان تاخد خطوة، بس الحقيقة مفيش وقت مثالي، كلنا بنغلط، لكن ده مش مبرر تفضل مكانك. حتى لو شايف نفسك عادي تقدر تتصرف بشكل غير عادي. الكاتب هنا بيكلمنا عن قاعدة مهمة جدا: ابحث دايما عن 20% اللي بتديك و80% من النتائج. عندنا ان القليل المؤثر اهم من الكتير العشوائي. حاسس انك شغال طول اليوم ومفيش نتيجة؟ المشكلة مش في المجهود، المشكلة انك بتضيع وقتك في حاجات ما بتفرقش. السر ان 20% من اللي بتعمله هو اللي بيجيب 80% من النتائج. اعرف ايه اكتر حاجة فعالة في شغلك او وقتك او علاقاتك وركز عليها. ابدأ تصفي وتقول لا للحاجات اللي ملهاش لازمة. في حياتنا دايما دقايق شبه غبار الذهب بتعمل فرق كبير. حاسس ان حياتك ما بتتحركش رغم انك مش بتكسل؟ الفرق مش دايما في الحاجات الكبيرة، احيانا بيكون في دقيقة اضافية تركز فيها، او رساله ما تاجلهاش، او فكره تكتبها بسرعه. ابدا لاحظ التفاصيل الصغيره، دقيقه هنا، فكره هناك، هتتفاجئ قد ايه بيجمعوا فرق كبير. الغبار الذهب مش بيبان بس بيكتر بسرعه. انت تعرف ان النسبيه مش بس في الفيزياء، دي كمان في كل حاجه حوالينا. شايف نفسك دايما صح او حس ان في ناس غلطانه على طول؟ الحقيقه مفيش حاجه مطلقه. رايك ومعتقداتك وحتى اللي شايف منطق وحتى اللي
وحتى اللي شايفه منطق كله نسبي. الناس مش بالضرورة غلط، هما بس جايين من زاوية غيرك. وسع منظورك بدل ما تحكم، اسأل ليه بيفكر كده. دي أول خطوة للتفاهم والتطور. نيران الغضب تبدأ من شرارة صغيرة بيسهل منعها من البداية. الكاتب هنا بيتكلم وبيقول إن هي دي نظرية الفسدق. انفجرت في حد وبعدها ندمت. الغضب مش بيجي فجأة، ده بيبدأ بنقطة غليان صغيرة، تعليق سخيف، نظرة، ولو ما خدتش بالك بيتحول لانفجار. الحل انك ترصد الشرارة من بدري، او لما تحس بالحرارة طالعة اسحب نفسك، خد نفس، امشي. وفي الآخر كتاب نظرية الفستق بيقولك إن أغلب مشاكلنا مش في الناس بل مننا، من قراراتنا ومن أفكارنا ومن طريقتنا في التعامل مع نفسنا. التغيير الحقيقي بيبدأ لما تبص جواك قبل ما تبص حواليك. لو حسيت إن الكلام ده لمسك ما تبخلش على غيرك، شارك الفيديو واكتب لنا في الكومنت إيه أكتر فكرة وقفتك شوية. متنسوش تحطوا لايك